السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. معاكم رشا في المطبخ. انزلوا بسرعة اضغطوا على كلمة الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو بنزله. وما تنسيش تحط لايك النهاردة للفيديو. تعالوا نعمل مع بعض بقى النهاردة مشروب الدفا كله، السحلب. معايا بقى الكسرونة بتاعتي كده، ضفت فيها 3 معالق من اللبن البودر، وضفت فيها 3 معالق من السحلب زي ما انت شايفة كده بالظبط. هتشربي احلى كوباية سحلب. يعني هي الكوباية بتضيفي عليها معلقة سحلب، معلقة لبن بودرة، معلقة سكر او معلقة عسل ابيض زي ما انا هعمل دلوقتي. انا هنا هحليه بالعسل. المهم ضفت بقى اللبن البودرة وضفت السحلب وضفت عليهم كده مج كبير كده من المية، وابتديت اقلبهم كده كويس جدا. وبعد كده خدتهم ورحت بيهم على النار، وعلى نار هادية كده فضلت ان انا اقلب كده بالمعلقة. في ناس بتحب تشربه خفيف عادي، وفي ناس بتحب تشربه تقيل شوية كده بالقوام اللي انت شايفاه ده. بتقلبي المعلقة كده، فعلى حسب قوامه انت ما بتحبيه هتعمليه براحتك خالص. صراحة احلى مشروب ممكن تشربيه في الشتاء والبرد والساعة ديت هو السحلب، هيدفيكي. مشروب الدفا كله هو السحلب. عندي انا شاريه كده في علبة جاهز محطوط عليه سمسم بقى والمكسرات بتاعته. هنا بقى ضفت 3 معالق كده من العسل الابيض. استنيت خالص لما غلى معايا على النار وبقى قوامه بالشكل اللي انت شايفاه دهوت. جبت بقى 3 معالق من العسل الابيض وجيت راح محلياه كده بيه. لو انت هتحليه بالسكر بتضيف السكر عادي خالص مع اللبن مع السحلب مع الميه. بس طبعا العسل ما ينفعش يروح على النار، فانا سبته لما غلي خالص وبعد كده حليته بالعسل الابيض بحيث يبقى مغذي اكتر. ويدي طاقة اكتر، يعني لاولادك لو هم بقى في ايام الدراسة وامتحانات وكده يديهم طاقة احسن يعني. وممكن تعمليه برضو باللبن العادي بتاعنا خالص، مش لازم لبن بودرة. جبت بقى الكوبايات بتاعتنا وابتديت اضيف بقى كده السحلب بالقوام اللي انت شايفاه ده. احنا بنحبه بالقوام ده. لو حابه تخففيه هتزودي الميه شويه. وكان عندي بقى زبيب بقى وشويه سوداني كده مكسرين وابتديت ازين بقى وحطيت عليهم كده رشه من القرفه. كان تحفه، حاجه كده تشربيها بالليل. بصي الدفا كله بالجمال والروعه اللي انت شايفاها دي. احلى كوبايه سحلب ممكن تعمليها بالطريقه ديت. بصي اللي هيشربها هيشكرك عليها. كان عندي بقى كده باكو بسكوت كده اوريو، فقلت اما اعمل كده اي يعني حاجه كده للولاد عشان يحبوا الشكل كده ويشربوه. فابتديت كده ازين بيه بس كده. لو انت مش حابه تضيفيه براحتك مفيش اي مشكله. كده خلاص مشروب الدفا بتاعنا خلص النهارده. هتشربي احلى كوبايه سحلب بالطريقه اللي انا عملتها. المهم ما تنسيش تحطي لي بقى اللايك. ولو انت لسه مش مشتركه عندي في القناه انزلي بسرعه اشتري، اضغطي على كلمه الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو بنزله يوصلك على طول. شايفه احنا بنحب ناكله بقى بالمعلقه كده، بيبقى قوامه حلو يعني خفيف عن الكريمه شويه. زي ما قلتلك لو حابة تشربيه خفيف هتزوديه مية براحتك خالص. كده الفيديو خلص، يا رب تكوني استفدت منه. مع السلامة.